عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. جيتكم اليوم وجبت لكم معايا خرافة جديدة اسمها هيلة من قاع الخابية، وخرافتنا اليوم اسمها خوذ بنت الأصول لعل الزمان يطول. يحكيو على تاجر طرف خلاه ما يعرفش عليه وين، الرزق على اليمين وعلى اليسار، والمولى أعطى ووفى وهو عايش في الخير والنعمة. التاجر متزوج ب4 نساء، تغزر الوحدة تنسى ضرتها، والمحبوبة فيهم هي الصغيرة والأخرى محسوب برانية. اخذها في سفرة من سفراته، بوها تاجر كبير في بلادهم وأمها بنت عيان، مربينها وصارفين عليها ومعلمينها أحسن تعليم. مرته الرابعة قنفيدة على حالها، زين وعين وثقافة وزادة شخصية أقوية. برا نقولوا النساء ال4 هذوما كل واحدة جايبة الصغار الخير والبركة، اللي هذه جايبة 4 ولا 6 صغيرات بين البنات والولاد، شوية خير من عند ربي وشوية يعاندوا في بعضهم. التاجر يحبهم ويحب مرته الصغيرة أكثر من الكل. الحق هي ديما تسأل وتنشدو: إيش عملت اليوم؟ إيش خدمت اليوم؟ إشنية السلعة الجديدة اللي جبتها؟ إيش بعت وإيش خليت؟ وتحب تعرف الشقيقة والرقيقة على خدمة راجلها، وهو ما يقصرش وياخذ بخاطرها ويحكي لها اللي صار واللي ما صارش. ذراتها الآخرين ديما يقولوا لها: وش دخلك أنت في هالمداخل؟ تسأل وتنتس وتعرف، ما قاعدة في دويرتك ماكلة شاربة، اللي تشتهي يجيك، وصغارك ما شاء الله في الخير والنعمة والغاية العينين. علاش تسأل وعلاش تحب تعرف كل شيء؟ انتي شوكتك واقفة، وانتي امانتك صافية، وانتي شايفة روحك تدلل زعمة على حسب ونسب وتدلل على طرف الزين. يجي وقته يمشي الزين وتلقى روحك كيف ما احنا قاعدين. امشي يا نهار إجا يا نهار. التاجر قاعد هو وتجار البلاد ياخذوا في كلمة ويعطيوا في كلمة، ويحكيوا على الخدمة ويحكيوا على الدخول والخروج والمشيان والسفر والقوافل، إذا بهم يوصلوا للحج وغزروا لبعضهم وقالوا: وقيت نمشي ونحجوا ونزوروا بيت ربي ونزوروا قبر الرسول ونتبركوا. علاش لا؟ المال موجود والخير ما شاء الله، هيا عزموا وتوكلوا. التاجر هذايا كانت الحكاية عليه صعيبة شوية، مالا محسوب راهو عنده 4 نساء وكل واحدة عندها 4 ولا 6 صغار، شكون باش يخليهم وكيفاش باش يطمن عليهم؟ وصغاره الكل صغار، وهو في هالبلاد لا عنده خوه لا عنده خالة لا عنده عمة، لا محسوب هو وعائلته ساكنين وفي هيك البلاد عايشين. أنا نمشي ونخليهم زعما شكون بيهم؟ النساء والصغار. وخمم خمم خمم خمم، وفي الآخر قال: توا أنا ماشي البيت ربي ومعمل وماشي على الخير ومقدم الخير وباقي نخمم يحلها لي ما ينام الليل. روح المرتو وخبرها: هيا يا لله يجي نقول لك راني قعدت أنا والتجار وخممنا وقررنا باش نمشيو نحجوا البيت ربي، منا نقوموا بالفرض ومنا نعملوا زيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبركوا. علاش لا؟ المال موجود والخير موجود، وقيد باش واحد يعمل حجة في هالعمر قبل ما يكبر ويولي ما عادش عنده لها جهد. محسوب راهي سفرة طويلة تحب لنا يجي 1.5 عام ولا 2 عام باش نمشيو ونروحوا. قصرت له المرأة، هي قالت له: ساقي ساقك، وين تمشي؟ تهزني معاك، أنا لا يمكن إني نسلم فيك. قالها: توا هكا باش نهزك معايا والصغار شكون بيهم؟ وأنا راني كان باش نهز ما نهزكش انتي. قالها: أنا كان باش نهز يا لله ما نهزكش انتي، نهز اللي أقدم منك بليلة عنده عليها الحق. قالت له: باهي توا انت كي باش تمشي وتخلينا يجي محسوب 2 عام، راهي ماهيش سفرة نهار ولا 2، واحنا شكون بينا وشكون باش يقود السفينة؟
تعرفني أنا راني ما نحبش شكون يحكم عليا ولا شكون يتقوى عليا، أنا راني بخشمي ما نحكي مع حد وما يحكم عليا حد. قالها تهنأ، أنا راني نظمت كل شيء وخليت الصانع في الحانوت باش يحل ويخدم فيه كل يوم كما مستانسين نحلوا الحوينته، وآخر النهار يقسم ويجي يعطيك بايتك ويعطي لكل واحدة بايتها وبايت صغارها، ما كتب من مصور الحانوت. وهكاكا لا أنت تتدخل فيهم ولا هما يتدخلوا فيك، وتقعدوا مع بعضكم بالقدر والعشرة. وكانت العملية هكاكا. قبل ما يسافر مشى للسوق، ما خلى مشرى، كركر ما شاء الله الخيرات السبعة، الزيت السمن اللحم القديد، ما خلى ما جاب عمر تراكن الدار ما شاء الله. وهي دار كبيرة تقول قصر، فيها نساء 4 بصغارهم، فيها وسعاية، فيها سقيفة كبيرة خضرة بالشجر. نعمة ما شاء الله، ربي يزيدوا ويرزقنا. هيا سلم عليهم بالوحدة وسلم على صغيراته وبقاهم بالخير، وانطلق مع القافلة. قافلة كبيرة ما شاء الله، سيارة فيها محسوب أعياد البلاد وكبارهم. شدوا الثنية وتوكلوا على المولى. وهيك المرأة لمت صغيراتها تحتها وشدت بيتتها واستكفت بروحها بلا حد شيء ما يحبوهاش، ما هم يقولوا عليها اللي خشمها في السماء وشايفة روحها وما يعجبها شيء. الصغيرة. الحاصل تعديوا شهيرين، بعد شهيرين هكاكا جايوا زوز من الناس دخلوا المدينة في حالة ترثى لها، دبشهم مقطعة، لحيهم سايبة، شعرهم مشعشط، مقملين مسخين، حالتهم حليلة يلي تشوفهم ما تعرفهمش. عرضوهم السكان وشربوهم وتهنوا عليهم هكا وفيقوهم وسألوهم انتم شكون ومين تكونوا ومنين جايين وشنية هالحالة اللي انتم فيها. يظهروا هذوما زوز تجار راجعين من القافلة اللي خرجت للحج. هجموا عليها قطاع الطرق وما خليوا حتى حد حي، هزوا اللمة واللي ثم والفلوس والخيرات، سرقوا ونهبوا وزادوا من فوق، قتلوا الناس الكل. احنا هربنا بجلدنا، هربنا، شوفوا الحالة اللي احنا فيها، اما راهو الله يرحمهم البقية ماتوا الكل، ما قعد فيهم حتى حد عايش. الله يرحمهم الدوام لله. وطلعت الأسواق في هيك المدينة، كل دار فيها مناحة، كل دار فيها عزاء. الخبر وصل لكل دار. واسمع يلي ما تسمعش، القافلة اللي خرجوا فيها تجار للحج هجموا عليها قطاع الطرق وقتلوهم الكل. وحد من جاء وحد ما قعد حي كان زوز خلطوا وخبرونا. وهيك الأخبار دار عالديار الكل، وإذا بينا بدينا نسمعوا في الصياح من دار لدار لينا خلط الأخبار الدار التاجر نتاعنا. كانك عن نساء 3 الأولانيين بداوا يصيحوا ويندبوا ويبكيوا وحلوا دار للعزاء. وكانك على مرته الصغيرة خرجت تجري تنشد، شفتوه ميت، دفنتوه، ريتوه ثابتين، راهم قتلوه. وهي تسأل وتعاود وهما يقولوا لها لا، رحنا ما ريناهش، رحنا ما نجمناش ندفنوهم، رحنا في قلب الصحراء، راهي كانت كارثة واحنا هربنا بجلدنا هكا، شفتونا كيفاش جينا. اما راني ما نجمش نقول لك شفتوا بعيني، اما نجم نقول لك اللي الناس الكل ماتت، ما نجمنا نهربوا كان احنا الاثنين. المرأة ما اقتنعتش باللي راجلها مات، عندها حاجة في قلبها قاعدة تقولها لا، راهو مازال حي، راهو مازال موجود، وراهو باش يرجع. رجعت لدويرتها، لمت بحذاها صغيراتها وسكرت عليها بيتها وما حبتش تقبل عزاء راجلها. اتعديت فترة العدة وكملنا الشهيرات وسكرنا المستنية في دار المرحوم الله يرحمه. كانك على 3 نساء الأولانيين لموا صغيراتهم ووقفوا على ورثتهم وقسموا القسمة وهزوا الفليسات ورجعوا لديار بوهم. وكانك على المرأة الصغيرة نتاعنا جات في بايها الدار والحانوت، قعدت في هيك كبيرة وعندها الحانوت تحت منها، تربي في صغيراتها وعايشة على أمل يرجع راجلها.
النساء الآخرين شافوا حياتهم اللي هذه عاودت عرست براجل، والصغار تفرتوا على اليمين وعلى اليسار. الأولاد نهار في دار الحماة، نهار في دار الجدة، نهار يجيوا يطلوا على مرت بوهم الصغيرة، وهما كل نهار هكا في حويلة، ونهار يباتوا في الشارع، تدبش حالته حليلة وأمورهم تمشي وبالتوالي مش بالقدام. هملوهم مالا دار جديدة والعروس جديد والصغار جدد مع الراجل الجديدة، والصغار القدم مولاهم ربي. وكانك على بنيات فرقوهم على ديار الحموات، كل واحدة اخذت منهم امرأة لولدها، اخذت طفلة حطتها عندها في الدار خديمة تكنس وتسيق وتطيب وتجري بين يديها. إذا بالحال يمشي يوخر تالي، والمرأة كل نهار تسمع في غريبة على صغار راجلها كيفاش مشرتين كيفاش مهندلين. لمت الأولاد وحضنتهم وحطتهم عندها ولبستهم ووكلتهم وحلفت عليهم لحد ما زال يخرج من هيك الدار. مالا أولاد المرحوم، أنا وج باش نقابل ربي وقت اللي أنا في خير ونعمة وصغاري في خير ونعمة وأخواتهم ولاد المرحوم مطيشين في الشارع. لمت الأولاد ومن حينها عدت مديدة وبعثت لضرايرها. أي توا محسوب عام اللي توفى المرحوم الله يرحمه، إيش قولكم نتلموا في الدار الكبيرة ونلموا الأخوات مع بعضهم ونعديوا نهار ناكلوا ونشربوا ونحكيوا ونترحموا عليه ونشوفوا بعضنا. أنا والله توحشتكم. كيف النساء جاهم الاستدعاء من عندها، جاتهم الدعوة من عندها، قالوا علاش لا، لموا البنيات اللي ما زالوا ومشيوا للدار الكبيرة وتعديوا عندها باش يعديوا النهار. هيا دخلوا بوس يا اللي تبوس، ايش حالك يا فلانة، ايش عاملة يا فلتانة، محلى هاللمة، انا والله راني توحشتكم. يلا دخلوا شمروا علي ويداتهم وبداوا يطيبوا في الفطور. واحدة تقص في الخضرة، واحدة تنظف في اللحم، واحدة تشعل في التنور، وواحدة تجيب في النحاس. وهيك الأولاد الصغار الكل ملمومين في وسط الدار متوحشين بعضهم بنات وأولاد يلعبوا. منها غزرت المرأة الصغيرة اللي ضراتها، شبيهم البنيات هذوما وجوههم صفرة وحالتهم حليلة يا أخي، خليتهم وردات، إيش صار إيش فما؟ حكاوا لها كل واحدة قتلها والله ما تعرف أنا ماخذة راجل وما نجمش ندخل راجل على بنتي، أو كبنتي حطتها عند حماتي، منها وكي تاكل اللقمة ومنها وكي تعاون. والله لا صارها. كيفاش بنات المرحوم يقعدوا في دار الحموات، البنات ما يقعدوا ما يعيشوا كان عندي أنا لهنا في دار بوهم معزين مكرمين، وأنا تو نوكل وأنا نشرب وأنا نلبس وأنا نقري، من هنا ما يخرجوش. برش هيك نساء تقول يستنوا فيها هالكلمة هذه، لا واحدة فيهم قالت لا، بالعكس كلهم فرحوا يشوفوا في الأولاد ماكلين شاربين نظاف، لا عاد حد يدور في الشوارع ولا عاد حد يبات الوجه ربي. أي مالا قالوا لها مزيتك هذه تقعد في رقابينا للأبد. لا كيفاش خير هما خير يقعدوا يتربوا في دار بوهم وفي عز بوهم وفي خير بوهم. كملت تهنيت على بنيات حطتهم عندها، لمت صغار المرحوم الكل أولاد وبنات وصغارها وربيتهم مع بعضهم. الحوينتها تخدم والفليسات اللي تدخل تتصرف على الصغار، الأولاد في المدرسة ويتعلموا حرفة وصنعة، والبنات في الدار تجيهم المعلمة ويتربيوا أعز تربية. أي براشي هي معاها الدادة نتاعها المربية نتاعها من هي صغيرة، وكي عرست وجات جابتها معاها تعيش معاها وتعاون فيها على تربية الصغار. غزرت للدادة وقالت لها يا دادة احنا ما شاء الله علينا اليوم محسوب ولينا عائلة كبيرة، والحانوت مدخول وقل كل نهار يمشي وينقص، طاح محسوب للشطر ولا أقل من الشطر. أنا راني باش نخرج الخدام الزايدين، نخدموا رواحنا برواحنا ونحاولوا ونشوفوا حل مع الحانوت. هذه الحكاية راهي ما يش دخلت لمخي، كل نهار تنقص الفلوس، كل نهار تنقص الفلوس. أنا شاكة اللي راهو صانع في الحانوت هذا راهو ما هوش أمين، وراهو قاعد يلعب من ورانا. تعرف شي كيفاش أنا نخمم باش نخرج للحانوت ونقف على رزقي بذاتي. خزرت لها الدادة نتاعها قالت لها توا هذا كلام
تحب تخرج بين التجار ياكلوك بسنيهم. يا أخي أنت ما تعرفش امرأة واقفة في السوق وراجلها متوفي شنو هو الكلام والسلام اللي نجم يوصلها؟ أيا يجاني ندبر عليك، دبر عليا يا دادا، تعرفني نسمع كلامك وتعرف دبارتك عندي عزيزة وغالية وبالدنيا، وما نلويش العصا في يدك، اللي باش تقوله أنا نعمله. أيا قتلها تبعث شكون للصانع في الحانوت وتقول له خويا ومرت خويا راهم جايين، خويا باش يقف على الساعة على الحانوت وعلى الخدمة وعلى السلعة والبيوع والشراء، وباش يسكن هو ومرته في العلي فوق الحانوت. غزرت لها المرأة وقالت لها يا دادا كيفاش؟ لو انت تعرفني ما عنديش خو باش ينجم يجي ويقف على الرزق. قالت لها حل مخك وحل ودنيك واسمعني، ما هو انت هي اللي باش تمشي في النهار تتنكر بهيئة راجل على أساس أنت خوك وتقف على رزقك وتبيع وتشري، وساعة ساعة تطلع الفوق وتبدل وتهبط في لحفة على أساس أنت مرت خوك. حكاكة هما يصدقوا اللي في العلي ساكنين امرأة وراجل اللي هما خوك ومرت خوك، واللي هما الزوز في الآخر أنت، باش تنجم تقف وسط الرجال وتبيع وتشري وتاجر وما يقلقك حد وما تخرج فيك الكلامات. يا دادا هذه فكرة هايلة ما كنتليش على البال. أي مالك تعرف كيفاش على الظالين أمين، ونعملوا هكا بإذن الله. من غدويك الحي للا لبست أعز لبس رجال وتهندمت وتنظفت وركبت لحية وخشنت في الصوت ومشيت للحانوت ووقفت على الصانع وسلمت عليه. أيا السلام عليكم، خبرتك لليتك ما هو اللي أنا جاي نشد الحانوت؟ اغزر له الصانع قال له إيه؟ بعثت لي لليتي راهي خبرتني وأنا راني نستنى فيك. أيا باهي، قال له جيب لي هيك الدوسيات وإجا نعملوا له حسابات. أيا خذت هيك الدوسيات وحلتهم، وهذاك الصانع قاعد يغزر للسي التاجر الجديد هذايا ويرعش منه خايف. مالا عامل عملته، حلت الدوسيات، غزرت على اليمين غزرت على اليسار، اقرأت عودت وغزرت له، قالت له الحسابات ما هو ماشي صحاح وما يقابلوش بعضهم. عندك حلين، انا راني ما نحبش المشاكل، يا تهز روحك وتمشي وربي معاك، يا دوسي كما هو نهزه ونكركرك ونمشي بيك للقاضي. اي سي الصانع تفجع ودخل بعضه وما عادش عارف ايش باش يعمل. سامحني يا سيدي سامحني يا سيدي هاني ماشي، وطاح الكف على ظله. امشى الصانع على روحه وقعدت الليلة في الحانوت في هيئة راجل مزيان مثخم عنده الشعرة واسمه التاجر حامد. وقفت على رزقها خير من اللي يقفوا عليه الرجال، بيعت وشرات وكبرت ووسعت وخذت الرزق على اليمين وعلى اليسار، ومن حانوت صاروا 7، ومن دار ولا الخير لا تحسب ولا يتعد. ما شاء الله جات على يدها البركة، وهي اللي تعرف كل دقيقة وشقيقة وكيفاش كل شيء يجي. مالا محسوب راجلها قبل يحكي لها منين يبيع ومنين يشري وبقديش وكيفاش، وهي فاهمة وذكية وكل شيء يتسجلوا في مخها. تتذكروا معك يقولنا على الأول كيف يروح ما تخلي ما تنجدوا إيش عملت إيش بعت إيش شريت وكيفاش وعليش، وذراتها يضحكوا عليها. فرنتك المرأة تعلمت من عند أحسن معلم ينجم يعلمها، واللي هو التاجر راجلها. امشي يا زمان وإيجا يا زمان، ونهار من النهارات وقفت عليها قافلة جايبت لها سلعة من بلاد بعيدة. مولا القافلة تاجر معروف عندها سنين الله تتعامل معاه، محسوب 5 ولا 6 سنين يمشي ويجي عليها ويجيب لها السلعة الممو اللي مش موجودة في حتى بلاصة. أي نهارتها تغزر للهباط يهبط في السلعة، في الحمال يهز في الأكياس ويهبط، حالته حليلة رثة لحيته طويلة، أموره ما تعجبش. أما ثم حاجة شدتها فيه، قاعدة تغزر وتثبت، هالجامة هذه نعرفها، هالغزرة هذه نعرفها، هالمشية هذه نعرفها. الراجل هذا ما هوش غريب، اتبع فيه عينيها مرشوقة فيه،
تثبت وتغزر بين عقلته. راجلي هذا راجلي، ما ينجم يكون كان راجلي. وأنا نجم نتوها عليه. لبها العرق، طلعت لها السخانة، دخلت بعضها، خدودها حمارت، ما عرفتش تتنفس وما فهمت حتى شيء. جات المولى القافلة: يا سي فلان، إيجا بربي راني نحب ننشدك. هالحمالة اللي عندك هذايا ليش كون؟ يا أخي اغزر للتاجر حامد وقال له: والله يا حامد يا أخويا باش نقول لك، توا سنين التالي ونحن مسافرين بالقافلة وعرضنا هالراجل هذايا في قلب الصحراء، أي لقيناه على أبواب الموت، باش يموت مضروب، حالته حليلة، على ماكلة ضرب، لا هو متفكر روحه لا شكون، لا شنو اسمه، لا منين جاء، لا اش يعمل في حياته. ولينا هزيناه وسميناه ميلود، وهانا كل مرة وين نسافر وين هزوه معانا من بلاد لبلاد، فماشي ما ربي هكا يحن عليه ويعرفوا واحد من الماليه. خزرت له قالت له: شوف، أنا أعقلته ونعرفه وتنجم تخليه وتتهنى عليه واعتبر الأمانة نتاعك وصلت، أما هالحكاية هذه ما نحب حتى حد يسمع بيها ونحبها تقعد سر بيني وبينك. هيا التاجر افرح. وقال الميلود: تقعد لهنا، راك باش تسكن وتخدم في هذه الحانوت. علاش باش يكذب التاجر حامد؟ التاجر حامد مشهور بالصدق والأمانة، لا هو كذاب لا هو قلاب، راجل من خيار رجال هالبلاد، تاجر بقيمته وبقدره، مادام قال عرفته أكيد راهو عرفه. المهم تفوتكمش بالحديث، مشيت لرويجلها وهي هكا متنكرة تاجر حامد ودخلته معاها للحانوت، أعطاته وعملت له هكا تركينة وين يبات ويكن راسه، في النهار يخدم معاها في الحانوت ويعاونها، وفي الليل تجيب له الماكلة والشراب ويتكع يرقد غاديكا وهو ما هو متفكر حتى شيء، لا متفكر اسمه لا أصله لا فصله، لا تذكر الحانوت لا تذكر حتى شيء. أي من حينها ليلتها سكرت عليه الحانوت ومشيت تجري ساقيها أعلى من دارها لدادا. يا دادا يا دادا كانت تشوف ايش صار اليوم، راني قاعدة في الحانوت وجاني بساقيه راجلي، قلت لكم ما ماتش، قلب دليلي وراني حسيته حي وفي صحة وعافية، وجاني بسويقاته اليوم حتى للحانوت. أما راهو لا يتذكر أصله لا يتذكر فصله، لا هو فاهم روحه شكون لا منين لا يعمل، حتى الحانوت يدخلها ودار فيها ما تفكرهاش. خزرت لها الدادا وقالت لها: مالا قبل ما نجيبوه والصغار نقدموه يلزم نشوفوا حل في حكاية الذاكرة هذه، تعرفش كيفاش؟ خليه في الحانوت كما عملت ونشوفوا له طبيب، نسألوا وننشدوا، أما يشي ما نلقاو دواء. من غدوة الصباح لبست اللحية ولبست الدبش وتنكرت في التاجر حامد ونقزت للطبيب: يا طبيب إجا نحكي لك هالغريبة، راهو صار والراجل هذايا لا يتذكر اسمه لا لقبه لا أصله لا فصله، ورانا نحبوه هكا يرجع يتذكر وينعنش. أي قالها أكيد راهو فقد الذاكرة من الصدمة اللي جاته ولا كلاش ضربة على راسه. شوف احنا نجمو نعاونوه والذاكرة ترجع له بإذن الله، لكن على شرط ما تصدموش، رد بالك تحكي له ولا تقول له، يلزم وحده يتذكر كل شيء، شوية كي يشوف البلايص ويشوف الدنيا ويشوف العباد، وشوية هكا نعاونوه بهالدواء هذايا ومدلها دبوسة كل نهار قبل النوم، تعطيه مغرفة هكايا مستحبة من هالدبوسة، أتاه تعاونوا يرجع يتذكر الماضي نتاعو بشوية وندعو له ربي. هزت الدواء ورجعت الحانوت، السلام عليكم، دخلت وقفت على رزقها، وقفت على سيميلود: ايش حالك اليوم؟ استنست شوية بالحانوت، كلمة منا خدموا على رويحتهم. جاء الليل عطاتهم غرفة الدواء، فرشت له وقالت له كالعادة تبات لهنا، وطلعت لله عليه، نحات دبش حامد ولبست بلوزتها وتلحفت في لحفتها وشدت الثنية للدار من الحيط للحيط متخبية باش ما يراها حد وما يعقلها حد، تروح كالعادة تبات بحذا صغيراتها كل يوم هكاكا. وسيميلود قبل ما يجيه النوم
كل ليلة يقف في الشباك يطل شوية على الشارع. بعد ما يطلع عارفه للي عليه يشوف امرأة هابطة متسفسرة متلحفة شادة الحيط للحيط ماشية هاربة، أقول عليها عاملة يستعوذ من الشيطان ويقول توا أنا شو مدخلني، الراجل عامل معايا الخير مخدمني يمسكني يداوي فيا، إيش دخلني فيه؟ الله لا تجعلنا حاضرين محاضر سو كما نقولوا. ويمشي يغم على راسه ويرقد. هيا براشي ليلة من الليالي بعد ما شاف هيك الشوفة المشومة واستعوذ من الشيطان اتخلي يتعثر في وسط الحانوت يضرب بساقه طارمة متاع سلعة وتطيح على راسه، وتعديت حياته كاملة بين عينيه. شوية هيك الدواء عطاه مفعوله، وشوية الطيحة متاع السلعة على راسه عملت بعما يلحق. اتذكر الحانوت وتراكن الحانوت وتذكر البلاصة وتذكر روحه هو شكون وفصله وأصله، ومنها ضربت في مخه هالمراه هذية هاللي تتبختر هذية تحت الحيط من حيط الحيط عقب الليل ما تكون كان مرتي الصغيرة هيك خيالها راني عقلته وكيفاش تغيب عليا ولا تغيب عليا ويغيب عليا خيالها. شكون هالراجل هذا اللي مسكني عنده واللي مالك الحانوت؟ مش تعمل عنده هي كل ليلة في الليل وتهبط عقاب الليل شدة الحيوت تتسرسب بنت أي سيدك جن جنونه وهبل ومخه هزه لبعيد. قرر باش يعمل روحه ما في باله بحتى شيء، وغدوك الحي بعد الخدمة يطلع لهم للي عليه ويشدهم بالكمشة. من غدوة سي حامد جاء على الصباح حل الحانوت وخدموا في النهار عادي، لا تكلم كلمة لا جاب خبر. أقعد النهار كامل هو يغزل يستنى فيها الليل وقتاش باش يجي باش يطلع لهم للي عليه ويشد مرته بعملتها. وفي النهار جاب له العشاء أعطاه الدواء وخرج وسكر الحانوت وطلع للي عليه سيدنا سي التاجر حامد اخلط للي عليه سكر الباب وبدأت تنحي عاد نحات اللحية ونحات الجبة متاع التاجر وبدأت باش تلبس البلوزة واللحفة متاعها وهي هكيكا ويدز عليها الباب راجلها ويدخل يصيح وينو حامد وينو التاجر يا خاينة يلي، وسكتت ولقفت بالله لا تقولها خليني نحكي لك الحكاية ونفهمك ايش صار وايش ثم وايش ما ثماش. هيا كرجع لك شاهد العقل هالنهار السعيد راني نستنى فيك عندي شهور كل يوم نغزر لك وندعي وندادي يا ربي رجع لي الوجه الغالي حامد. هيك اللحية اغزر لها هيك فوق الفرش، هيك البلوزة ترى فيها ما هو قدام الفرش، وشدت هيك اللحية ومدتها له ومدت له البلوزة وهو مصدوم. قالت له حامد راهي أنا في النهار نولي التاجر حامد نهبط الحانوت نقف على رزقي ورزق صغاري، وفي الليل كيف نكمل نطلع للي عليه نبدل نتلحف ونشد الحيط ونمشي لداري نبات عند صغارنا. هي الراجل ادخل بعضه وما فهم شيء وسامحني قالها راني غلطت فيك ما لعب الشيطان بعقلي في لحظة اتذكرت كل شيء وربطت الخيوط مع بعضها وراني ما خممتش برشا اللي تعدى عليا راهو ما هوش شوية يا بنت الناس. يجي قالت له نحكي لك ايش تعدى عليا وايش صار، وحكيت له كل شيء بالباء والتاء من نهارة اللي خرجت بالقافلة لنهارتها وقت اللي رجع له شاهد العقل، وحكيت له على نساه وش عملوا في الصغار، وحكيت له على الصانع وش سرق من الحانوت، وحكيت له على الخنار الكل. هيا افرح اللي مرته ما خانتش الأمانة، وفرح اللي هي استناته وتبعت إحساسها وقلبها وعقلها اللي يوزن بلاد، وفرح اللي هي لمت الصغار وسكنتهم في الدار وما خليتش الدنيا تتشتت، وقفتها على الرزق كانت بالدنيا الرزق ولا يجي مرتين ثلاثة ولا حتى أربعة أكثر من اللي خلاه. هي هزته خرجت هي وياه ساق ساقها خطوة لين خلطوا للدار، دقت حلت لها الدادة دخلت هي وراجلها والضحكة من هنا لهنا كيما نقولوا من الأذن للأذن فرحانة. سيدي رجع للدار هيك الدادة اتزغرت عقاب الليل نورت الدار بمولى الدار.
خل، عطاها حمام، سخنوا له المطهرة، بدل نظف حجم، ورجع راجل سيد الرجال وجهه منور وكالريشة، ولموله صغاره وفرحوا كي شافوه. فرحوا كي شافوه لحبوا يتعاركوا كل واحد يحب هكا يقعد بحذاه في جنبه في حجره ويبوسوا فيه، يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا ايش بيك. حتى هو محسوب 6 ولا 7 سنين، 6 ولا 7 سنين راهو عمر بشر هكا حو. جا عدا من حينه طلق نساه الاخرين وقعد عايشة في الغاية والنهاية هو ومرته الصغيرة ومعاه صغاره في حوشه، ورجع لخدمته فرحان فخور ويحكي للناس الكل وين يدور. شفتوه هيك التاجر حامد، مرتي هذيك وقفت على الرزق وخرجت راجل بين الرجال، مرتي بنت الأصول وقت الزمان علي دار، وقفت في ظهري وصانت لي عرضي وصانت لي رزقي وصانت لي صغاري. ويقولوا ناس بكري خذ بنت الأصول لعل الزمان يدور. الزين زين الفعايل وعمره ما كان زين الوجه والسمايل. يلا هذه حكايتنا اليوم تكون وفات، ولكن غدوة إن شاء الله يكون عندنا حكاية جديدة. وتوا نقول لكم صباح على خير.